السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما مع أخبار اللاعبين المغتربين من أصول جزائرية في مختلف الدوريات الأوروبية، نسلط الضوء اليوم كما جرت العادة على نجم جديد سيتواجد بحول الله خلال الموسم الحالي في واحد من بين أقوى البطولات الأوروبية، ويتعلق الأمر بالبوندسليغا، وذلك مع نادي الصاعد الجديد لدور الدرجة الأولى الألمانية نادي سان باولي الألماني. ويتعلق الأمر باللاعب الشاب كارلو بوخالفا. هذا اللاعب الذي يعتبر من مواليد سنة 1999 بألمانيا، أصوله الجزائرية من جهة الأم وتحديدا من باب الواد بالعاصمة، في حين أن والد اللاعب من أصول ألمانية. تكون اللاعب بوخالفا في مدرسة تكوين نادي فرايبورغ الألماني الذي تدرج معه في مختلف الفئات العمرية، وخلال سنة 2022 انتقل للعب في صفوف نادي سان باولي الألماني، هذا النادي الذي تمكن من تحقيق ورقة صعود لدور الدرجة الأولى الألمانية خلال الموسم الفارط، مع العلم بأن اللاعب بوخالفا يلعب في منصب وسط ميدان دفاعي، طوله 186 سنتيمتر، يمتلك إمكانيات بدنية وفنية رائعة جعلت منه يتألق خلال المباريات التحضيرية لناديه استعدادا للموسم الحالي، خاصة في المباراة النادي ضد نادي أتلانتا الإيطالي، حينما تمكن اللاعب بوخالفا من تسجيل هدف خلال تلك المباراة. كما أن اللاعب بوخالفا شارك في المباراة الأخيرة لناديه لحساب منافسة كأس ألمانيا، حينما دخل كبديل وشارك في 39 دقيقة، مع العلم بأن هذا اللاعب قد يكون أحد الحلول الإضافية للمنتخب في وسط الميدان الدفاعي خلال المواعيد القادمة، وذلك في حال تمكن من فرض نفسه في البوندسليغا. سلام.